يا مساء الفل والجمال عليكم جميعا وكل سنه وانتم طيبين والحمد لله على السلامه من اجازه العيد. رجعنا من اجازه العيد على قمه 127 وفوز الزمالك على الاهلي 2-1. مباراه ما كانتش افضل حاجه فنيه لكن كان جيم مثير جدا زي عاده ماتشات القمه. الزمالك اتقدم، الاهلي تعادل، الزمالك رجع سجل تاني وفاز، ومثير من الفرص اللي ضيعها الزمالك في الهجمات المرتده تحديدا ضيعها متيابه وضيعها سيد عبد الله نيمار. هاخد عنوان عريض وابدا اتكلم عن الزمالك الاول وبعدين نبدا نتكلم عن الاهلي ونفكر كل مدرب اختار ايه. العنوان العريض ان غلطات المدربين كانت مؤثره جدا. واحد بدا غلط تماما زي كولر اللي عنده غيابات كتير جدا جدا، كان مزود عليهم ثلاثه من اهم ثلاث لعيبه واختار تشكيله غلط وقعد الثلاثه المؤثرين جنبه وعمل جيم 45 دقيقه صعبه جدا للاهلي. عدل ده بين الشوطين. جوزيه جوميز اختار تشكيل مثالي يكاد يكون للزمالك باختيار سيف الجزيري بس على حساب سامسون بالاختلاف عن مباراه الاتحاد، والزمالك سيطر وهو اللي سجل في الشوط الاول الى ان قرر جوزيه جوميز انه يسلم الملعب كله للاهلي لما قرر انه يطلع عبد الله السعيد واحمد حمدي ومن بعدهم ناصر ماهر، ولكن احتقر بالحق. الاهلي كان عنده غيابات من الاول، كولر زود عليها. جوزيه جوميز صدفه ده دلوقتي للمره الثانيه انه يحرم من زيزو زي ماتش كاس مصر، ان الراجل زيزو يتغير في الدقيقه 10 ولا الدقيقه 14 بالاصابه، وبعد كده احمد فتوح بين الشوطين شد في الخلفيه، فده تطلب تغيير ونزل الزناري اللي عمل جيم كبير جدا بالمناسبه، وعمر جابر راح ناحيه الشمال. تعالى كده ناخد مع بعض ونبدا نفكر الزمالك استكمالا لفكره جوزيه جوميز بالسيطره والاستحواذ. الزمالك عمل ابجريد في نص ملعب الفريق، ثلاث لعيبه فرقوا جدا 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 مع الزمالك، هم اللي بيتحكموا في الريتم، بيتحكموا في التيمبو، بيتحكموا في الفكر اللي بيقوله جوزيه جوميز دايما. بص بقى مباراه الاتحاد، مباراه النهارده، في لقطه في الدقيقه 34 اما جوزيه جوميز جاب متيابه وقعد يهز ويزقه كده ويفوقه ويقول له اقطع كده. اللقطه دي اتكررت في مباراه الاتحاد، واربط ما بين جون الزمالك الثاني جون ناصر ماهر وما بين جون الجزيري وما بين كوره اتعملت امبارح لاحمد حمدي برضه تشيب. الزمالك بيجمع اللعب في العمق، فتوح ناصر ماهر بيخش، محمد حمدي بيستلم من الخطوط، تحتيهم دونجا وعبد الله وبيخش لهم الجناح اليمين هو زيزو. النهارده كان متيابه والخمسه سته. يمكن ده التفسير الوحيد اللي بالنسبه لي هو ليه متيابه مش محمد شحاته؟ ليه متيابه مش سيد عبد الله؟ سيد عبد الله لعيب بياخد الجناح ويروح. محمد شحاته كان هيبقى تاني في نص الملعب فيزق عبد الله. هو قرر يشتغل بنفس الفكر ويستعوض زيزو بمتيابه فيدخله من العمق ويعملوا الزحمه دي. وكوره الجون اللي الزمالك دخلها يسجلها النهارده كوره في نص الملعب في الدايره، احمد حمدي نكش الكوره كده ولف، رجع سلمها لناصر ماهر في العمق اللي هو الجناح الشمال، سند على متيابه وراح، والراجل لف حط الكوره في ظهر رامي ربيعه اللي بالتاكيد هو المسؤول عن الهدف، ولا قطع صح، وكان في نفس الوقت مغطي الاوفسايد في 5 أو 6 لعيبه من لعيبه الاهلي. ولكن الزمالك اللي غير شكل الفريق الشوط الثاني ايه؟ تغيير عبد الله السعيد البدري جدا، رغم ان عبد الله كان عامل جيم ممتاز دفاعيا وهجوميا، بيطلع الزمالك بالكوره، بيقطع كويس جدا، ورك ريت كويس جدا، وما كنتش شايف ان عبد الله السعيد تعمل حاجه. نفس الموضوع ينطبق نسبيا على احمد حمدي. هتطلع عبد الله سيب احمد حمدي، هتطلع حمدي سيب عبد الله. كان لازم الزمالك يعمل كده وينزل محمد شحاته، يبقى محمد شحاته موجود وقدامه عبد الله او احمد حمدي وناصر ماهر، وبعديها بشويه يبدا يغير تغييره ثانيه. لكن التغييرتين دول سلموا الزمالك، سلموا نص ملعب الزمالك تماما للاهلي. والحقيقه زي ما قلت لكم كده التفسير الوحيد لتغيير زيزو بموتيابا هو ان يدخله في العمق زي ما زيزو بيعمل ويبدا يشتغل ويتحرك في قلب الملعب معاهم عشان يعمل الزحمه اللي بيعملها الزمالك والتحركات اللي بينهم. الاهلي اصلا عنده ازمه كبيره جدا، حتى ومروان عطيه موجود في الملعب، حتى وكوكا موجود في الملعب، ان دايما الاهلي هو بيضغط فيه مساحات في ظهر الاثنين لعيبه بتوعه، زي ما بيقولوا كده في مساحات في البوكيتس في الاماكن الاثنين على يمينه وعلى شمال مروان عطيه. النهارده الاهلي في عدم وجود مروان ولا كوكا عارف يضغط ولا كريم نيدفيد عارف يضغط، فبالتالي الزمالك كان عنده قدره انه يسلم احمد حمدي ويسلم ناصر ماهر اللي عمل جيم كبير جدا جدا. الزمالك بقى عنده 3 لعيبه عندهم قدره ان هم يستلموا بظهرهم ويقفوا على الكوره ويعمل كده ويرجع تاني ويعمل فين. كل ده بيخلي الزمالك هو اللي يتحكم في الريتم بتاع المباراه. الحاجه المهمه كمان بعد ما اتكلمنا عن التغييرات هو الحقيقه سيف الجزيري. سامسون اكينولا انا ما كنتش خايف ابدا ان سيف الجزيري هيعمل. سيف الجزيري شخص مريب، يعني ما تبقاش فاهم سيف الجزيري انت كويس ولا وحش. سيف الجزيري النهارده عامل جيم مثالي، ركب الجيم نفسيا، قادر طول الوقت يقطع. ويمكن دي تركه من التركات اللي جوميز اعتقد اللعب تجميعه اللعب والتشيب او الكره اللي بتتعمل في العمق دي عملها من بدري جدا. يمكن في الدقيقه 5 الكره اللي اتصاب فيها زيزو هي كره من عبد الله السعيد في ظهر الديفنس الاهلي، اتعملت 5 6 مرات على سيف، لانه اعتقد ده المبرر الوحيد انه خلى سيف هو اللي يلعب النهارده بره الخبرات مكان سامسون عشان يروح بسرعته في ظهر رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم اللي هو تفوق عليهم نفسيا. حتى في
كوره ضربه الجزاء اللي اتحسبت للزمالك وبعدين اتلغت، حتى كذا كوره، كل كوره كان فيها اشتراك بين رامي ربيعه وعبد المنعم وسيف، كان سيف هو اللي خلاص بدا يركب الجيم نفسيا على رامي ربيعه وعلى محمد عبد المنعم. عايز اروح بقى لنقطه مهمه، دونجا، عشان بس نقف عند دونجا. يعني في 3 لعيبه هقف معاكم فيها تكتيكيا، يعني دونجا وبعدين عمر جابر وبعدين حسام عبد المجيد. دونجا هو افضل لعيبه الزمالك تماما من يوم ما جوزيه جوميز جه، اكتر لعيب اتطور مع جوزيه جوميز، اكتر لعيب رجليه ثابته في الملعب، شايل كل المشاكل بتاعت فرقه الزمالك. في الزمالك اول ما فرقه الزمالك بتحضر الهجمه اول واحد بيروح دونجا، راحت اليمين بتلاقي دونجا قرب، راحت شمال بتلاقي دونجا قرب، تشيك باس طوليه قطريه دونجا، الزمالك بيكمل قدام دونجا. يمكن احيانا كمان دونجا في مباراه الزمالك والاهلي، مباراه الزمالك والاتحاد، دونجا بيطلع يضغط من قدام قبل عبد الله وبيقدر يرجع كل المساحات دي. قدره الزمالك على الضغط العكسي في بعض المباريات ريحت دونجا نسبيا، لكن اول ما الزمالك بيخسر الكوره الحقيقه دونجا عامل جيم ممتاز. واجمد ما في دونجا انه متاح للكل، انت مزنوق انا جاي اخد الكوره والف وادورها. دونجا يمكن بقى عنده ميزه كمان ان وجود لعيبه كوره كتير جنبه بيديله كميه اوبشنز كتير قوي، انا عادل عبد الله ولا ابن ناصر ولا ابن احمد حمدي. الحقيقه دونجا انا بشوف انه يستحق مليون في الميه، انه كان يستحق من شهر 3 ينضم لمنتخب مصر لو كمل ان شاء الله على نفس المستوى دي. عمر جابر مستوى ممتاز هجوميا دفاعيا، وهفضل عندي مشكله عند عمر جابر خطيره ان عمر بيكمل لغايه الاند لاين وقبل ما يعمل العرضيه هو ما بيبصش. عمر جابر لو رفع عينه عنده كميه كات باك لبره تخلي الزمالك يسجل منها كتير جدا، لان هتلاقي شحاته جاي، تلاقي احمد حمدي جاي، تلاقي ناصر ماهر جاي، تلاقي عبد الله السعيد جاي، وعبد دونجا احيانا ان هو بيفضل ان هو يرفع الكوره على المخمر، الكوره بتروح بقى طوليه عرضيه ايا كان، بس في الاخر العرضيه غلط. حتى لما الزمالك بيحتاجه ناحيه الشمال عمل جيم كويس جدا النهارده، هو بيلعب ناحيه اليمين على طاهر محمد طاهر وهو بيلعب في الشمال كان عليه اوفرلود كتير. ويمكن كره الجون اللي دخلت في الزمالك مش مسؤوليه عمر، مش مسؤوليه سيد نيمار اللي بالمناسبه بيرجع لكنه دفاعيا مش قوي، لكن محمد شحاته باع نفسه شويه زياده فقفشه قدر يعديه ويعمل الكره اللي جت منها كره الجون. اخيرا حسام عبد المجيد تاني قمه على التوالي يكون واحد من نجوم دفاع الزمالك. حسام عبد المجيد عامل مباريات ممتازه مع الزمالك. حسام عبد المجيد بس كل مشكلته هي المساحات الواسعه، الزمالك لما بيدافع في مساحات واسعه دي مشكله عند حسام عبد المجيد، راجل ترناته صعبه. احمد حجازي البلدي، احمد حجازي عنده مشكله في الترنات وفي السرعات، فحسام عنده نفس الازمه. طول ما الزمالك مساحاته قريبه كل الكور العرضيه اللي الاهلي عملها في المباراه حسام عبد المجيد شالها. يمكن التايمنج خام وانا بشوف ان هي مش مسؤوليته 100% لان الكوره كانت بره شويه، كوره الكوره اتلعبت عرضيه، جه عبد القادر اللي قطم لجوه وحطها قبل حسام عبد المجيد اللي حاول يطلع يلم مكان لعيبه نص الملعب اللي كانوا كلهم مرحلين ناحيه محمد مجدي قفشه. دي مهمه جدا للزمالك، الزمالك محتاج يابجريد مجموعه من اللعيبه بقى في الميركاتو الجاي، لكن المباراه دي هتدخل الزمالك مباراه دريمز الثاني، وهو فنيا ونفسيا ومعنويا بقى في علاقه كويسه بين جوزيه جوميز. لعب ماتشين مع الاهلي كان متفوق في المباراه الاولى والراجل ماشي كويس جدا، في الاخر اتخطف في الجول امام عاشور ثم قفشه، وفي الاخر قدر يفوز على الاهلي ماتش 2-1 بعد ما هو نفسه جرب الفرقه من اسلحتها، لكن في الاخر في مجمل اللقاء الزمالك تفوق على الاهلي، جوزيه جوميز تفوق على كولر. جوزيه جوميز عنده اسلوب وهويه وطريقه لعب، ولكن اخشى بس على الراجل ده حاجه من الكوتشنج بتاعه والتغييرات اللي احيانا ما بتبقاش مبرره. وانا ان كنت بفسر لكم تغيير موتيابا بزيزو انا مش قادر افهم ليه التغييره بتاعته. النقطه المهمه معلش جوزيه جوميز نقطه مهمه، وهاب ياسر زياد كمال كانوا اثنين لعيبه موجودين في القائمه بياخدوا دقايق، هو شالهم قبل مباراه القمه، ده حق اصيل للراجل. لكن رجوع سيد عبد الله فجاه مره واحده، رجوع سيد جعفر مره واحده، وجود موتيابا مره واحده، هو الغريب قد يكون هو اللي كده هو اللي بيتعامل معاهم، هو اللي بيتمرن معاهم، هو اللي شايف حالتهم، ولكن في الاخر الفكره ان الزمالك بقى يوسع القماشه، الزمالك لما يقول يلعب ماتش دريمز الغني في الكونفدراليه رايح جاي ما عندوش عبد الله ما عندوش ناصر. تعالوا بقى نروح للاهلي ونشوف الاهلي يعني بدا ازاي في الجيم. غيابات كتيره جدا في فرقه الاهلي، كولر زود على الغيابات دي انه اختار انه وسام ابو علي يقعد جنبه، اختار ان كهربا يقعد جنبه، وبدا بموديست. وهنا الكلام واضح وصريح يا جماعه، موديست لو ليه ترتيب في مهاجمين الاهلي هو الترتيب رقم 3. الحقيقه انا مش عارف ليه الراجل مصر جدا وسام ابو علي افضل، كهربا افضل، ده مبدئيا اعتقد دي من وجهه نظري المتواضعه. طاهر محمد طاهر على حساب رضا سليم، بالتاكيد طاهر مش احسن من رضا سليم. لو هتقول لي طاهر بيرتد دفاعيا وطاهر بيرجع، فرضا سليم كمان لو اخذ الادوار دي طاهر رضا سليم هيرجع ويرتد دفاعيا، دي النقطه الثانيه. الحاجه الثالثه توليفه نص ملعب الاهلي في غياب مروان عطيه، هو اختار كريم نيدفيد، وكريم نيدفيد ده اللي جربه الراجل اوريدي في نهائي كاس مصر وما كانش موافق، اختار كريم نيدفيد واختار قفشه، ما عنديش مشكله في قفشه، واختار كوكا، ولكن قعد جنبه عمرو السوليه. يعني انت النهارده الطبيعي ان عمرو السوليه هو اللي يبدا، لو عمرو السوليه مش هيبدا يبقى اكرم توفيق. الاهلي عنده ازمه في استخلاص الكوره في نص الملعب،
غير لو هو مصنف اكرم باك رايت واكرم ما بيحبش يلعب في الحته دي وخلاص استكفى بالجزء ده. فدي ازمه ثانيه عند الاهلي. الاهلي كان عنده اصابات قبل الماتش ده في 3 لعيبه مهمين، ديانج وامام ومروان عطيه. كولر بدا الجيم غلط. الحاجه الوحيده اللي انا رايي من رايي والحقيقه من وجهه نظري هو عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال هيضغط من قدام، وده اللي حصل في اول 2025، يضغط من قدام على فتوح، فمحمد هاني يطلع يضغط من ظهره على ناصر ماهر، فالاهلي يحرم الزمالك من تجميع الكوره ناحيه الشمال، اللعيبه اللي بتطلعه بالكوره، وحصل كتير جدا 4 5 لعيبه يضغطوا في الزمالك يلعب كوره طوليه فياخدها الاهلي. ان عمر كمال عنده قدره انه يتقدم في ظهر احمد فتوح، وعمر كان عامل جيم كويس لغايه دقيقه 20 25 لما الزمالك بدا يخش في الجيم وبدات لعيبته تسيطر على الجيم. فانا بشوف ان كولر ما كانش موفق تماما في بدايته للجيم، هو اللي اختار غلط. عدل بين الشوطين بالثلاث تغييرات اللي عملهم، ثلاث تغييرات منطقيه، اي حد كان بيتفرج على الجيم كان عارف ان الثلاث تغييرات ده وسام مكان موديس، والتغييرتين التانيين كمان دور عمر كمال اتكلمنا عليه. عايزين نتكلم كمان عن الحته بتاعه شكل الفريق في الشوط الثاني، ان عمل جبهه ناحيه الشمال، جبهه قويه جدا للاهلي، علي معلول وقدامه ومعاه قصدي رضا سليم، عملوا جبهه على متيابه وعلى الزناري. الزناري عمل جيم كبير جدا وكان قادر يستخلص عدد كبير من الكور، غير العرضيات الكتيره اللي اتعملت من عند علي معلول، لكن ولا واحد من مهاجمين الاهلي قطع عليها صح. وكان الزمالك بيتعامل معاها كويس في الكور العرضيه وفي التغطيه العكسيه من عند عمر جابر. الحته الاهم والحته اللي فيها مشكله وان مثلا في كوره جون الزمالك الاول، ان الاهلي سمح لناصر ماهر ياخد الكوره ويمشي 10 15 يارده ويحط الكوره في ظهر الخماسي او السداسي ده. ليه خماسي او سداسي؟ لان كولر لما اختار عمر كمال خلى عمر كمال يرجع في الحاله الدفاعيه، يبقى هو الباك، ومحمد هاني يتزق جنبه، جنب ربيعه، جنب عبد المنعم، جنب علي معلول اللي بيخش جنبه، وفي الاخر السادس بتاعهم طاهر محمد طاهر. في كره الجون دي التمركز هتبان جدا في الزاويه اللي وراها اللي هي كشف الاوفسايد، ان هتلاقي 5 لعيبه واقفين على خط واحد ورامي ربيعه الوحيد اللي راجع مغطي الاوفسايد. الهجمه المقرره للزمالك في ظهر ديفنس الاهلي ولا قدر كولر ولا المدافعين يتعاملوا معاها، ودول 2 مدافعين دوليين ومهمين، ولكن الاثنين حالتهم الفنيه قليله جدا، الاثنين عندهم مشاكل كبيره. محمد عبد المنعم تحديدا كنت انا اتكلمت عليه اكتر من مره، ان عبد المنعم لا عنده مشاكل بره الجزء الفني، عنده مشاكل ان هو ترقيص حياته مش مظبوطه، بيتعصب كتير جدا، بيتنشن كتير جدا. النهارده كوره ضربه الجزاء اللي اتحسبت اتلعبت ضهر عبد المنعم قلش الكوره. عبد المنعم عنده مشكله ان في داون جريد خطير في المستوى، فلازم يراجع نفسه ولازم يراجع حساباته، لان عنده مشكله كبيره جدا ومحدش بيقول له انت وحش. عبد المنعم عنده مشكله. رامي ربيعه غطى الاوفسايد بطريقه، خماسي واقف على خط واحد واقف ظهرهم كانه هو الليبرو بتاعهم، فاوتوماتيك سيف الجزيري عمل هاف تيرن وراح. واتعملت على فكره اكتر من مره الشوط الثاني، سيف ركب الجيم فنيا على الاثنين، وحتى كوره الجول الثاني للزمالك اول واحده وسام ابو علي طلع نط على الهواء، عمر كمان وبعدين عبد المنعم هو اللي لعب الكوره سندها وراحت لسيف الجزيري اللي قدر يسجل منها. ما زلت مش قادر افهم ليه كولر مش شايف المشاكل اللي موجوده عند الفريق، مش شايف ان موديس مش مهاجم الاهلي، مش شايف ان الاهلي عنده مشكله في منظومه الدفاع. الاهلي بعد ما كان بيدافع في مسافه قد كده الاهلي بقى بيدافع مساحه قد كده. الاهلي بقى عنده ازمه في الارتداد، يمكن مرتدات الزمالك على الاهلي اللي كانت ممكن تخلي النتيجه 3 مثلا دي، في كوره بتاعت موتيابا بص على رضا سليم وهو راجع، رضا سليم اللي اخر 45 دقيقه تعب، رضا سليم ما كملش. انا مش عارف الروتيشن الكتير عامل ازمه عند لعيبه الاهلي ولا لعيبه الاهلي عندها مشكله، لكن اكيد الاهلي عنده مشكله فنيه كبيره جدا. كل اللي محتاج يراجع المنظومه الدفاعيه، وقفه الفريق في الضغط، هو بيضغط 4-4-2 فبيخلي عمرو السوليه يضغط من قدام، او كان امام عاشور يضغط من قدام، فبيخلي الاثنين اللي في النص دول تايهين مع سوء ارتداد الاجنحه حتى والاهلي يلعب تحت الكوره. وده ظهر في مباراه سيمبا، في الاثنين مباراتين سيمبا في دوري الابطال، وهيبقى الاهلي عنده مشكله في مباراه مازيمبي، خاصه انه هيلعب في ملعب صعب جدا جدا لو المشاكل الفنيه اللي عند الاهلي دي ما حلتش. الحقيقه كولر حاول يرجع الفريق وعمل، وهنا المحاوله دي بتقول باك تو بيزكس، انا عدلت الفرقه بس انا عدلت الطبيعي لاي مدرب، هو راهن على حاجه واحده بس، راهن على سيناريو نهائي كاس مصر، الاهلي لعب قدام الزمالك استحوذ، قام مغير 3 تغييرات في الدقيقه 70 ادوا الاهلي حيويه، قدر الاهلي يخطف الجيم. فدي كانت الفكره اللي عند كولر، بس مش كل مره هتسلم الجره يعني بالبلدي وتفضل انت محافظ على نفسك لمده 60 70 دقيقه وبعدين تفاجئ الزمالك بما يمتلكه الاهلي بالمناسبه من دكه قويه حتى في ظل الغيابات، لان الاهلي عمل 5 تغييرات قلبوا شكل الجيم نسبيا مع تغييرات الزمالك لما تنزل كهربا وسام ابو علي واحمد عبد القادر ورضا سليم، فدي تغييرات قويه جدا جدا لفرقه زي فرقه الاهلي. الاثنين مدربين غلطوا، الاثنين مدربين في الاخر المدرب الافضل والفرقه اللي دخلت افضل حتى في صراع الثنائيات والواحد على واحد هي اللي تفوقت.
مبروك للزمالك، هارد لك للاهلي. شكرا ليكم، طولت عليكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديده.